بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية، هذه هي الحلقة 26 من حلقات هذا البرنامج، وهذه الحلقة من الحلقات المهمة وتتضمن غاية عظمى لها سوابق عديدة جدا تؤدي إليها، وكذلك هي تعتبر مؤثرة فيما يلي إن شاء الله من غايات. هذه الغاية ستكون إن شاء الله تحت عنوان غاية الإحسان. غاية الإحسان، وهذه من الغايات اللي يعني تواترت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرت بشكل مفصل وبصيغ مختلفة، وهي محصلة في حقيقة الأمر لغاية التسليم والانقياد والعبادة والتقوى والعدل وغيرها من الغايات. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويأمر الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، وهي كثيرة جدا حقيقة، يمكن تصل يعني بمدلول الإحسان الذي نريد أن نتكلم عنه فوق 100 آية، ولكن كلمة حسن من حيث هي ربما أوسع من ذلك بكثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا تعني كلمة الإحسان ومفردة الإحسان وغاية الإحسان؟ ما الذي نريده من هذه الغاية؟ الإحسان في اللغة والاصطلاح، من حيث اللغة الإحسان هو من الحسن، وهو نقيض القبح. نقول هذا حسن وهذا قبيح، فالإحسان نقيض القبح، وكذلك نقيض الإساءة. نقول هذا أحسن وهذا أساء. إذن هو نقيض الإساءة وضد الإساءة، وهو أيضا نقيض القبح. اصطلاحا يقول عنه الراغب عليه رحمة الله، يقول الإحسان على وجهين من حيث الاصطلاح. الأول الإنعام على الغير فيقال أحسن إليه. إذا قدمت نعمة للآخرين، تفضلت على الآخرين بشيء، أحسنت إليهم، أو يعني قدمت لهم شيئا فيه نعمة، فحينها يقال بأن فلان أحسن. وإذا تكاثر الفعل منك يسمى محسن، يعني يقال أن فلان ما شاء الله يتصف بصفة الإحسان. والثاني في الاصطلاح كلمة الإحسان أيضا تعني الإتقان. فلان يحسن الصنعة الفلانية، أن يتقنها ويجيدها. وأما الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد وردت جملة أو مفردة الحسن أو مادة الحسن 194 مرة، ويخص الموضوع الذي نتحدث فيه خاصة في هذا اليوم كغاية من الغايات 108 مرة، وقد وردت بصيغ مختلفة، وجاء ورودها في القرآن الكريم بمعنى إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وهو ضد الإساءة. إذا نلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة الإحسان تعني التجويد، تعني الإتقان، تعني عدم الإساءة إذا أردنا أن نعرفها بالضد والنقيض. وبالتالي هذا هو المعنى الذي يعني تنص عليه أو تحدده اللغة ويحدده الاصطلاح، وننطلق فيه كذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الإحسان باختصار شديد هو ضد الإساءة، فكل من اجتنب الإساءة وقدم للآخرين فعلا إيجابيا وفعلا خيرا فهو محسن. وكل من كلف بعمل فأجاده وأتقنه فهو محسن. إذن الإحسان تعني التجويد، تعني الإتقان، تعني عدم الإساءة، لأن حقيقة الشخص الذي يكلف بعمل ولا يحسنه ولا يتقنه فهو أساء بشكل أو آخر، فهو أساء.
هذا الأمر بما أن مسألة الإحسان هي من المسائل ذكرنا بأنها من الغايات الكبيرة التي اهتم بها القرآن الكريم، لكن لو أردنا أن ننطلق من فلسفة محددة للإحسان، يعني أردنا أن ننطلق من أرضية، من رؤية، من مفهوم محدد لقضية الإحسان، فإننا لا نجد أجمع من آية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى تعبر عن المنطوق والمفهوم الذي نريد، وهي قول الله سبحانه وتعالى الآية في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجعلت هذه الآية الأساس الذي يمكننا الانطلاق منه، وخاصة من خلال ما ذكره أئمة التفسير بأن المقصود من هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء التوحيد إلا الجنة، هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة، هل جزاء من أحسن إليكم في الدنيا بالنعم وفي العقبى بالنعيم إلا أن تحسنوا إلى عبادته وتقواه. فالخلاصة نلاحظ هذه الآية من أقوال المفسرين وما ورد فيها نكاد نقول بأنها تعبر عن فلسفة الإحسان في القرآن الكريم، وهو سنلاحظ بأننا عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان، يأمرنا بالإحسان، وهو حقيقة الأمر مسألة الإحسان في جوهرها إنما نحسن نحن لأنفسنا، لا نحسن إلى الله، نحسن لأنفسنا. إن أحسنتم لأنفسكم، هذه لا بد أن نفهمها. فالإحسان في حقيقته موجه لنا، ترك الظلم أيضا في حقيقته موجه لنا، لأننا نحن عندما نظلم إنما نظلم أنفسنا. ولكن نلاحظ بأن العلماء الذين تكلموا في هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قالوا هل جزاء التوحيد إلا الجنة، يعني من وحد الله فليس هنالك شيء يقابل به إلا الجنة. ما حق الله على العباد؟ قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ما حق العباد على الله؟ قال أن لا يعذب من وحد الله. إذا نلاحظ بأن يقابل التوحيد تقابله إحسانا من الله، يقابل بالجنة. هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا أن يحسن لكم في الآخرة؟ يعني هل من أحسن إليكم في دنياكم إلا أن يحسن لكم في آخرتكم؟ هل جزاء من أحسن إليكم في الدنيا بالنعم وفي العقبى بالنعيم إلا أن تحسنوا أنتم أيضا عبادته وتقوى؟ الخلاصة أن الإحسان يقابل بالإحسان وليس بالإساءة، سواء في حق الله تعالى أو في حق العباد. لا تقابل إحسان الله بالإساءة، لا تقابل لا تقابل الخلق بالإساءة، لا، قابلهم بالإحسان. إذا أحسنوا إنما يقابلون بالإحسان. وانطلاقا من هذه القاعدة المعبرة عن فلسفة الإحسان، فنرى أن مفهوم الإحسان وتجلياته في حق الله تعالى، يعني هنا الإحسان إذا أردنا أن نتكلم عن مفهوم الإحسان في حق الله تعالى ثم نعقب بعد ذلك على مفهوم الإحسان تجاه الخلق، سنلاحظ إن شاء الله تتضح الصورة بشكل أكبر. فمثلا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه المحسن، ومن صفاته الإحسان، فالله سبحانه وتعالى محسن لعباده، متصف بالإحسان. وعلى المعنيين، الله سبحانه وتعالى محسن من حيث الإتقان في الخلق والأمر والنهي وغير ذلك في هذا الاتجاه، ومحسن كذلك بالإنعام على الآخرين. فالمعنيين اللذين ذكرناهما في الإحسان الذي ذكره الراغب من حيث الاصطلاح، نلاحظ أن تمام ذلك وكماله إنما هو في حق الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى متصف بالإحسان ومتسمي بهذا الاسم، ومع ذلك نلاحظ بأن المعنيين كما ذكرت ينطبقان على الجانب الأول وهو في حق الله تعالى. فمثلا نلاحظ أن المعنى الأول معنى الإنعام على الغير، الله عز وجل يقول قد أحسن الله له رزقا، ويقول وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إلى العباد وأحسن إلى الخلق وأحسن لهم الأرزاق. المعنى الثاني هو معنى الإتقان والإحكام، فالله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وصوركم فأحسن صوركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان، والمحسن من أسماء الله الحسنى. ويتجلى ذلك، تتجلى مسألة الإحسان
التي هي اسم لله وصفة لله سبحانه وتعالى، لأننا طبعا تمظهرات وتجليات هذا الكون هي عبارة عن أسماء الله وصفاته، يعني كل اسم لله يتجلى لنا في هذا الوجود، وكل صفة لله تبارك وتعالى تتجلى لنا في هذا الوجود، فليس هنالك اسم لله معطل أو صفة لله معطلة، فأسماء الله عاملة وصفاته فاعلة. وبالتالي هنا نلاحظ أن معنى الإحسان يعني في تجليات كاملة له في هذا الوجود، فالله سبحانه وتعالى اتصف بالإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. يتجلى ذلك في أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق فهو يحسن الخلق، أحسن الخالقين، وإذا رزق فهو يحسن الرزق، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ويتجلى أيضا الإحسان لله في حكمه وتشريعه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الله يحسن في الخلق، ويحسن كذلك في الأرزاق، فيحسن خلقنا ويحسن إمدادنا ويحسن توجيهنا وإرشادنا، فالله أحسن الخالقين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأخيرا يحسن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى كذلك في الثواب والأجر يوم القيامة، تحت قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والله عنده حسن المآب. إذا نلاحظ الإحسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى يتمظهر في كل هذا الوجود، فالله سبحانه وتعالى أحسن إليك من لحظة الخلق وأنت في بطن أمك يحسن إليك، فلا أحد يستطيع أن يرعاك حق الرعاية وينميك ويرعاك في بطن أمك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نلاحظ أن آية أحسن الخالقين جاءت في سورة المؤمنون في هذا الجانب. ولقد خلقنا، يعني تكلم عن خلق الإنسان بأنه خلقه الله سبحانه وتعالى من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى رعاك من محطة إلى محطة ومن مكان إلى مكان، فتبارك الله. فالله سبحانه وتعالى لما كنت في البطن رعاك في كل هذه المراحل، ثم لما خرجت إلى الحياة تولى أيضا العناية بك والاهتمام بك، وتولى مسألة الأرزاق، فالله سبحانه وتعالى رزقنا فأحسن في أرزاقنا. ثم أيضا لم يتركنا في هذه الدنيا بلا هدايات، فأنزل إلينا الكتاب وأرسل إلينا الرسول تفضلا وإحسانا منه جل جلاله. إذن إحسان الله سبحانه وتعالى يتجلى في كل خطواتنا وفي كل حياتنا، لا نكاد نجد لحظة من اللحظات يغيب فيها إحسان الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن نلاحظ هنا مجالات، يعني إذا اعتبرنا بأن الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل يحسن إلينا، فهذا في حق الله عز وجل. أحسن إلينا في الخلق، أحسن إلينا في التربية، أحسن إلينا في الأرزاق، أحسن إلينا في الأحكام والتشريعات، أحسن إلينا بعد ذلك في الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن نأتي الآن إن شاء الله إلى مسألة مجالات الإحسان بالنسبة لنا. مجالات الإحسان بالنسبة لنا. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود إليكم بعد الفاصل وعدنا إليكم بعد الفاصل، ونواصل إن شاء الله ما كنا نتحدث فيه عن موضوع الإحسان، ونريد أن نتناول المجالات. حقيقة موضوع الإحسان من حيث هو موضوع واسع والمساحة ضيقة، ولكن لا بد إن شاء الله أن نجمل فيها ما يمكن إن شاء الله يكون خلاصة لموضوع، أن نجعل من هذه الغاية غاية مهمة في حياتنا. والهدف من البرنامج ليس هو البحث الطويل في التفاصيل، ولكن الإشارة إلى الكليات التي يمكن بعد ذلك الإنسان إن شاء الله ينطلق فيها في كتاب الله، فيجعل كل الجزئيات تتجه نحو غايات كلية. والمجالات على كل في موضوع الإحسان
هنالك جملة أو عدة مجالات، ولكن أحاول إن شاء الله أن أختصر هذه المجالات فيما يلي. الجانب الأول من مجالات الإحسان، وهنا علينا أن ندرك بأن موضوع الإحسان هو زائد عن التقوى. موضوع التقوى ذكرت أنا في الحلقة الماضية، التقوى هي لزوم الحدود. فأنت مثلا مع جارك أن تكف الشر عنه وتقوم بما يجب عليك، هذا هو التقوى. أما الإحسان هو أن تتفضل عليه بأشياء زائدة عن ذلك ليست واجبة، ولا يدخل في الإحسان بأي شكل من الأشكال أن تأذيه، لأن هذه خارجة، لأن هذه يعني تحقق في التقوى. الإحسان شيء زائد، وهو أن تصبح عليه في الصباح وفي المساء، وأن تتفقده، وأن إذا احتاج شيئا تساعده، وأن تقف معه في مرضه، وأن تقف معه في سرائه وضرائه. هذا كله يدخل في مجالات الإحسان إلى الآخر، إلى الخلق. فالجانب الأول في مجالات الإحسان هو موضوع الإحسان في الجوانب الاجتماعية. قبل الجوانب الاجتماعية الاعتقاد والتصور والمعرفة، أن يكون الإنسان منطلقا من مفهوم الإحسان في عقيدته، في معارفه، في تصوراته، وذلك من أهم أنواع الإحسان. من أهم أنواع الإحسان أن الإنسان يقيم عقيدته ودينه وإيمانه على البينات والبراهين، لا يقيمها بأي شكل من الأشكال على الأوهام، على الظنون، على التخرصات، على التقليد، على الآبائية، لا، إنما يقيمها على البينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن إسلام الوجه لله، إقامة التوحيد لله، عدم الإشراك بالله، ترك الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم أنواع الإحسان. هذا الجانب الأول، وهذا هو الذي ينعكس من خلاله إن شاء الله مسألة الإحسان بالنسبة للمسلم. الجانب الثاني هو أن تحسن في الشعائر والعبادات، أن تحسن في الشعائر والعبادات، وذلك بالتزام أحكامها وغاياتها وصولا لمقام الشهود الذي جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الوارد في قول الله تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسئل الإمام عياض عن مسألة الإحسان في العمل، فقال: أن يكون خالصا لله صوابا من خلال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإحسان في العلاقات الإنسانية والبيئية وغيرها. فمثلا الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الزوجة والأولاد والأقارب، وذلك بالإنفاق عليهم في مجال الواجبات والصدقات النافلة وصلة الأرحام. وهنا نلاحظ كثير من الآيات وذي القربى، تأتي قضيته بالوالدين إحسانا وتجد فيها وذي القربى، أي الإحسان كذلك إلى ذوي القربى، والإحسان إلى الجيران أيضا الإحسان إليهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته من خلال وصية جبريل له: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالإحسان إلى الجيران، يعني إذا نحن الإحسان في الإيمان والعقائد، الإحسان في العبادات والشعائر، الإحسان في مجال العلاقات الاجتماعية المختلفة. وهنا مجال العلاقات يدخل فيها الوالدان، يدخل فيها الوالدين، ويدخل فيها الزوجة والأقارب والجيران، يدخل كذلك في مجال الإحسان. والإحسان إلى عموم الناس، تنتقل من البيئة الخاصة إلى البيئة العامة، فيشمل خيرك كافة الخلق. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. والقول الحسن بطبيعة الحال يعقبه كذلك فعلا حسن، والله عز وجل نهانا عن الإساءة للناس، نهانا أن نسيء للناس. سادسا، أو أيضا من مجالات الإحسان، مجال الجهاد في سبيل الله، مجال القتال في سبيل الله. سبحان الله، هذا من أفضل المجالات التي على الإنسان المسلم أن يراعي فيها مجال الإحسان. والإحسان فيها يكون بأن الإنسان يتجرد عن هواه، يتجرد عن نزعاته، يتجرد عن قضية الانتقام، ليكون أمره كله لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة سواء كانت مجاهدة بالكلمة، مجاهدة باليد، مجاهدة بالسنان، مجاهدة بالقتال، كل ذلك يجب أن نراعي فيه أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وألا يكون حظ النفس حاضر في هذا المجال. أيضا من الساحات التي نحتاج فيها إلى الإحسان إلى الحيوانات.
هذه من المجالات التي وردت فيها كذلك أن الإنسان يحسن في كل كبد رطبة أجر، حتى لو أن هنالك كلبا سقيته فإنك تكون مأجور على ذلك. أيضا من مجالات الإحسان المهمة جدا ونحتاج إليها مجال البيئة، الإحسان إلى البيئة. والآن ما نراه من إشكالات كبيرة جدا في عالمنا نتيجة الإساءة إلى البيئة وإفساد البيئة، وإفساد البيئة يناقض الإحسان. وبالتالي نلاحظ بأن مسألة يعني الإفساد الذي نراه الآن من كثير من الدول الكبرى في مجال البيئة مما يؤثر على صحة الناس وسلامة الناس وحياة الناس، فإن ذلك إساءة يعاقب عليها الشارع ويحذر منها سبحانه وتعالى. أيضا من المجالات مجالات الإحسان بعد الإيمان، بعد الشعائر والعبادات، بعد العلاقات الاجتماعية المختلفة، مجال الإحسان كذلك في مجال الأخلاق. فنلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في مجال الأخلاق يعني وهو مجال رحب ركزت عليه الشرائع، ونجد ذلك قد نال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأكبر تحت قوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالصدق والأمانة والعفة والمروءة والشجاعة والكرم هذه كلها من الأخلاق التي نحتاج فيها إلى الإحسان. ومن الصعب جدا أن الإنسان يكون كذابا، يكون خائنا، ويكون فاحشا ثم يكون متصفا بالحسن، هذا لا يمكن. إنما هذا الذي يكذب، الذي يتجرع على أعراض الناس، الذي لا يحسن إلى جيرانه، هذا ليس بصاحب خلق حسن. جزاء المحسنين، نختم هذه الحلقة بموضوع جزاء المحسنين. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا مسألة الإحسان، وأنا ذكرت في موضوع التقوى سابقا بأن هنالك تقوى الإيمان وهنالك تقوى الإسلام، وعندنا تقوى الإيمان وعندنا تقوى الإحسان، وفصلنا في ذلك في موضوع التقوى. هنا دعونا في موضوع الإحسان علينا أن نراعي في كل شيء تمامه. يعني هنا يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو الإنصاف والوقوف في الحد مثل التقوى. العدل هو أنك والله تعطي الشخص حقوقه فقط، سواء كان الزوجة أو أولاد أو جيران أو بشر عاديين، تعطيهم الحق الذي طلبه الشارع دون أن تزيد ولا تنقص. ولكن تأتي عملية الإحسان في صفات ما تعطي، في طريقة ما تعطي، في هيئة ما تعطي، في النواحي القلبية والنفسية المستصحبة أثناء العطاء. كل ذلك يدخل معنا في موضوع ما سميته بمسألة الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه. هنا علينا في موضوع الإحسان أن نعبد الله فقط. ربما كثير من الناس يفهمها في الشعائر، إنه والله عندما يدخل إلى الصلاة، يدخل إلى الصيام، يدخل إلى كذا. لا، حتى في حياتك العامة عندما تريد أن تصل أقاربك، أن تبر والديك، انظر إلى أن الله سبحانه لما أمرك هنا أمرك بالإحسان إلى الوالدين. عندما حالات الافتراق مثل الطلاق، يعني الله سبحانه وتعالى مما لاحظته في كتاب الله أن العيش بناه على المعروف والافتراق بناه على الإحسان. قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عجيب سبحان الله، كان يمكن أن يقال بأنه إحسان يعني إمساك بإحسان وتسريح بمعروف لو أردنا، لأنه لحظة الافتراق الإنسان بيكون فيها مشحون، بيكون فيها دائما غاضب، بيكون فلو أدى الواجب جزاه الله خير. لكن الله سبحانه وتعالى يرتقي بنا في لحظات الفراق والطلاق ليس إلى المعروف ولكن إلى الإحسان. وهذه طبعا مفهوم عميق جدا في الجانب الإنساني، في الجانب الشعائري، في السوق، في العمل، في الوظيفة. كيف يمكن للإنسان أن لا يكتفي فقط بما هو واجب؟ ما هو واجب هذا مطلوب منك يعني شرعا، هذا هو العدل. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا تعديت العدل بطبيعة الحال فهذه إساءة، وجزاء سيئة مثلها، فانتقلت من جوانب العدل إلى جانب الظلم والعياذ بالله. نأتي إلى موضوع جزاء المحسنين. كيف أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء المحسنين الذين أحسنوا في علاقتهم مع الله، أحسنوا في علاقتهم مع الخلق، أحسنوا في علاقتهم مع البيئة، أحسنوا في علاقتهم مع عالم الحيوان، أحسنوا في العلاقة مع عالم الأشياء. كل هذا الإحسان بما يقابل يوم القيامة. ما هو الجزاء؟ الجانب الأول هو الإحسان من الله، إن الله سبحانه وتعالى يحسن إلى المحسنين في الدنيا تفضلا منه ومنا وكرم، وآتاكم من كل ما سألتموه. يقول الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا.
خيرا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا الجانب الأول، الإحسان من الله، وهذا باب واسع. إحسان الله لا أحد يستطيع أن يكيفه أو يهيئه أو يصفه، فالله عز وجل يفتح لك من خزائنه، يفتح لك بصيرة، يفتح لك فرقانا، يفتح لك نعيما دنيوي إلى غير ذلك. الأمر الثاني الإحسان، باب من أبواب الرضا، أي أن الله يرضى عنك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الذين أحسنوا واتبعوا بإحسان وسلكوا هذا الدين بإحسان لهم هذا الثواب. وأمر قومك يأخذ بأحسنها، هنا طبعا سبحانه حتى في النظر إلى الأدلة، في التعامل مع النصوص، أن تسلك بها المسلك الحسن والمسلك الأحسن. ثالثا هو مجال أيضا موضوع الإحسان له صلة بمحبة الله للمحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين. وأيضا نلاحظ أن هذا المجال، مجال الإحسان، هو دائما ما تصاحبه معية الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن الإحسان من الله إليك، الرضا من الله عنك، محبة الله لك، معية الله لك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا خامسا رحمة الله تشمل هذا الإنسان المحسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني كلما كنت محسنا اقتربت من رحمة الله سبحانه وتعالى. سادسا أيضا من الأشياء اللي تعد من ثمرات الإحسان ونتائج الإحسان هو الذكر الحسن بين العالمين. وجعلنا، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يتكلم عن نوح عليه السلام. سابعا ثبوت الأجر ونيل المراد والبشارة من الله فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وبشرى للمحسنين. وأخيرا الجنة ونعيم الجنة، وما أجمل الجنة أن يختم للإنسان سبحان الله بعد كل هذه المسيرة الطويلة. يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي جنة الله والزيادة رؤية الله. ويقول الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإحسان، وأن يبلغنا مراتب الإحسان والمحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.